يا شريف؟ ازي حالك؟ ما ترجعش معاك. الله يخليك، ربنا يكرمك. ازي الحال؟ ما ترجعش تروح. ربنا يخليك، شكرا. ما ترجعش يا أستاذ. الله يبارك فيك.
سلام حضرتك. صباح الرضا، اتفضل. ازيك؟ بركات.
وبعد كده حاج زي الحال. أيوة. ده هو ده المطلوب اثباته.
خلاص ماشي براحتك. بس ده بحث اجتماعي عن العمال وعن الزراعة، يعني المفروض تصور كده، ده مش فرح. ايه هو ال- الفيديو ده لا يا صاحبي؟ اه والله. يعني تتصور بلبس الهدوء بس براحتك، يعني ده عن العمالة الزراعية والزرع وبتاع، مش فرح يعني. الله يخليك. ليه يا كده؟ هي قال لك انزل حش من الغيط. لا يا عم ربنا ما تجيب عيرة خالص، ربنا يجيب كل خير. بيدور على حتة ناشفة. ايوه ناشفة. ايوه الحمد لله. ده متخدر كمان تاني. صلى على النبي. ربنا يخدر لك. طب وانا باذي حد برضه؟ فين السلاح ده؟ انت فين السلاح؟ انا عملت كوني دي انت فكاهي اسماعيل ياسين بتاع دمشق. الكاميرا الخفية. صباح الفل. صباح الفل. عاملين الحمد لله. ازيك؟ تمام. الحمد لله رب العالمين. تمام كله مية مية. والله. الحمد لله. ايام حتى ما اشوفك.
يعني احيانا بدري تكون انتوا لسه ما جيتوش. والله مرة كده. لا يا بقى عايزين نشوفك كده على طول. هتشوفنا دينا موجودين اهو. ادينا هناخد. تصور ايه الارض ايوه ولا وانا ما حشش يعني ايوه. عشان تروح السبعة. انت حشيت ولا ما حشيتش؟ ما حش. لسه هتحش؟ لا ما حشيت ولا حشيت ايه انا ما بطل. طب خلاص لما تيجي تحش تاني يبقى ناخدها. اصل يعني ايه عايزك تحش ايه تندمج مش هاخد اي صورة. يا سلام. اه والله. قدمت في الحج. شوف الارض عايز ايوه عايزه معايا. والله خليتنا ندور الكرة وخلاص. لما الماسوره ميتها خفيف. ايه اللي قدامنا غير كده. طب ودي مشكلة ولا ايه بالظبط؟ انا عايز افهمها لغاية دلوقتي مش فاهم. المية هي مش ليها مواعيد؟ لا مواعيد. 5 و10 صح؟ صح. يعني تيجي 5 ايام وتجيب 10 ايام، تيجي 5 ايام وتجيب 10 ايام. اقول لحضرتك المواعيد بتاعتنا جت بتاع الفجريه دي زي الارض. اللي هي اللي تمزع على الارض. أيوة. طبعا مش هنقدر نستوعب ميه. قبل ما طلعت من هنا كانت الميه ايه؟ مش قعدنا احنا في الميه بحضرتك. يعني ما نسقوش مع بعض. الاثنين يعني في عاد قبل ما تجينا تاني. بعد كده معاك 10 ايام تاني. طب انا عايز اسالك سؤال يا عم محمد. انت ينفع وانت بتجيب شويه سعيه ما تكونش مقدر لها الاكل بتاعها ولا حساباتها ولا مصاريفها؟ يعني احنا ماشيينها كده بالبركه. ماشي ما انت ماشيها بالبركه، بس ينفع تيجي معاك السعيه تجوع في مره ما يبقاش معاك تاكلها؟ لا ما ينفعش. صح. يعني بتظبط نفسك تبقى عامل حسابك. اكيد طبعا. اكيد. ده اذا كنت ايه عايز مثلا تفلح في شغلك. اكيد طبعا لو معكش اكلها اما خلاص ما تنفعش تجنيها. هتجنيها منين بقى؟ السعيه دي ممكن ايه قاعد ملهاش لازمه. يعني هم الجماعه بتوع الري ما نسقوش مع ايه؟ مع المقاولين. المقاول اللي بينزل يفحط الارض في مكان ما بيكونش مدي حتى اشاره ان حتى لو فيها ميه ايه ما يفتحلكش قوي على الاقل، بحيث ان تيجي لما تمشي ممكن يروح فاتح لك نص، يعني يظبط الدنيا. ما هو في مهندسين ميه برضو بتعرف. طبعا مصر دي يعتبر منطقه معدومه من ناحيه الميه. الناس اللي بحر الجسر بتشتغل الميه. طب ما دي احنا قاعدين فيه الناس طلع كل البيوت اللي دخلت ماشي كانت بتتزرع قبل كده. ارض زراعيه لحد تو. وكانت بتستهلك ميه، ما دلوقتي ما بتتزرعش. يعني المفروض الميه تزيد. ما زالت لسه المشكله. المشكله اصلا الميه ما زالتش. حتى لو الارض كلها راحت الميه بعينها هي هو يعني كان كان المفروض تزيد المقدار اللي كانت تستهلكه الجزء ده من الجزء الغربي ولا الشرقي. عندها الميه عامله توالي وفي مناطق مش سهله. ومهندس الميه ملوش دعوه بالكلام الفارغ ده. المهندس طبعا انت يسمع الكلام بتاعك ده كراجل عامل يقول لك ده فلاح مش عرفه. هو الفلاح اللي عايش عمل هو عايش نظر. هو كمان يعرف يعيش عملي بس هو كسلان. ما هو عارف على فكره، عارف انك فاهم، بس هو بيتكلم على اللي مش فاهم. يعني للاسف اللي بيجي بيخش في المجال بقى بتاع هو بيديك الخمس ايام بتاعتك هنا اللي هي ليك يعني في الراي. ماشي. بيديك 4 ايام تعبانين ويوم الاخراني زي عليك. ده اليوم الاخراني ده بيجي لك ده الكلام ده عشان من بحري بيكونوا فاتحين. هو اصلا من نفس المنسوب تعبان. لا ما هو قال لك ما اقدرش احجزه لك قوي علشان ايه؟ ما الميه ممكن ما تجيش تعمل ضغط عليك تروح عامله لك توالف. مفيش عاد الميه انت ما فيش ضغط. ما كانش حج يعني عالي لو بتطلع لي السرعه دي والميه بتاعت الماسوره ميه خفيف غير انها غاليه بس خفيف. والله الدور اللي فات ده جاي من الماسوره.
صفحة 150 جنيه كلها فيه. يعني الماسورة بتاخد 100 والشفاط الثاني بياخد 60 160 جنيه. الشفاط اللي بيلجم اللي بياخد من الماسورة. 160 جنيه السفر الري بتاع الماسورة. لا ما هي غالية. طب هتقول لي مين طيب؟ هتقول لي مين ومين هيسمعك؟ مفيش حل خالص. لا هو في هيسمعك من ناحية هيسمع، في هيسمع بس اللي بيسمع مش فاهم. الوصفة مفيش واحد جاي على التلفزيون لما يقول يا عم هما بيفهموا حاجة ما تجنناش بقى، ما انت مالك. طب هو في حد ما يجيب سيرة الفلاح دي الوقت؟ ما يعرفوش حاجة خالص. حد ما يجيب سيرة الفلاح الوقت؟ ما هو اصل الفلاح بيفكرهم بخيبتهم. مفيش حاجة راحت. هي بص اصل الناس اتلخبطت في حتة المناصب، والشاطر اللي موجود في منصبه الشاطر يعني ما بيديش الشغل حقه، بيبقى بياخد لما اقدر اسوي بس بيبقى شاطر ويبقى زي الفلاح وبيفهم وعارف بس بيلاقي مثلا ممكن رئيسه وكيل الوزاره مش فاهم حاجه يقول لك خلاص ده لما يبقى يفهم ما دي مشكله برضه. يمتحن شوية تتهول فيه مخه اللي فوقيه هو بيبقى فوقيه يلاقي الرتبه اللي فوقيه مش في مستواه فبيستخسر يدي الشغل حقه. طب يطحن امال ايه؟ ما هيقول لك انا هشتغل ده مش فاهم كده اشتغلت ما اشتغلتش رئيسي مش فاهم. لا وفي حرامية كتير ممكن لو حد ده السرقه سنه الحياه دلوقتي. القضيه دلوقتي بتعرف تسال ولا ما بتعرفش. هي مش عيب ولا حرام. هي مش مساله عيب ولا غلط. مساله لما بتعرف تسال تبقى شاطر ما بتعرفش خلاص اعمل لك ايه. يا سلام. يعني سرقة مقدرين. ده في ناس يعني كويسين وبقوا يسرقوا. انا اعرف ناس كويسين يعني اخلاق كويسه وهو بس يقول لك طب انا هعمل ايه؟ لو عشت على المرتب مع الاسعار اللي طالعه دي ما هستنى بقى الاعلام. ما دلوقتي اللي بيحكم الاعلام. الحكم اللي بيحكم في مصر دلوقتي الاعلام التلفزيون الكلام تقعد تتفرج عليهم واحد يكلمك على جزمه كلاركي يكلمك على جايزه مش عارف في اوروبا. الله انت عسل يا عم. اما والناس بقى ما طب ماشي براحتك كل واحد براحته. خلاص خير. ما خربتش ولا حاجه. هم والله عايزين يظبطوا احنا مظبوطين طالما احنا عاملين شغلنا صح خلاص. يعني انت دلوقتي مثلا لو مش لابس جزمه كلاركس يقول لك بص فلاح قديم مش لابس جزمه كلاركس. ايوه مش لابس جزمه كلاركس. امال ايه؟ لا تنزل على النت. ايوه لا التلفزيون انا ما بشتغلش مع التلفزيون. يا عم اسكت البهايم لا مؤاخذه في الكلمه يعني انا مش عايز اجيب انسان بس ما يعرفوش حاجه. التلفزيون اصل كل حاجه فيه بتطلع بالقطعه وبتاع فايه لازم العقد عشان تيجي تبعت له حاجه لازم تكون تعرف حد عشان يعمل لك عقد ويطلع لك سبوبه والسبوبه تدي من هنا ده كربط ومن هنا ده كربط ومن هنا ده كربط ايه فاضل لك ورق. يعني اسكت والنبي عشان اصل الدنيا دي انا عارفها مليانه فساد لما بص. عارف هو مش الفلاحين بيقولوا مكرين وفيهم لق
بس في حاجات بسيطه وتقدر تفاديها يعني. حاجات مقدور عليها. ايوه. لكن ما اروحش الحاجات اللي هي يعني. طب هيصرفوا لنا تعويض بتاع الكوارث. هما بيقولوا هيصرفوا، ده الكلام اللي بيتقال. هو بس لو حدد المبلغ بص طلع المبلغ عند الحكومه ما بيروحش، لكن بيتاخر. بس المشكله ان الحكومه بتاعت اليومين دول ما نعرفش هل هي زي الحكومات اللي احنا عارفينها اللي عندها ما بيروح ولا بيروح. الظاهر بتاع الراجل ده. لا احنا مالناش دعوه باللي مسك، خلينا في الاعلام، خلينا على قدنا يا عم محمد. ايه يا عمر؟ كل ما تتكلم يقول لك واخد البلد واقع. طب ما هو كل واحد هيقول لك كده، لا ما ينفعش برضه الكلام ده، برضه ما ينفعش. عايز يكون واخد البلد لا، ما تقومنا الله. هناك هتاخد كم التسويق. وهذا الدنيا وهذا حال.
الارض والمزارع. الارض والزرع. ايوه. لا كده ازعل منك. طب ما انا بقى كيف كده ازعل منك بقى الجمال ده الرباني اللي بتقول عليه سبحان الله. انت تقول بقى يبقى انت بص بقى، ما هي دي بقى مشكلتك انك في الجنه وما انتش عارف انها جنه. لا التعب ده يشتغل على القد. يعني اللي بيقول لك اذا كتر عليك الشجا ايه؟ فرض على الايام. ما انت ما تاخدهاش عين، لان هي مش عين. انا لما ابقى تعبان وانتش دي جعانه ورا. ما احنا قلنا لازم ان انا وانا تعبان اوكلها. لا ما مش لدرجه وانت تعبان. لان هي مسؤوله مني. هي الدنيا بص بتتظبط على القد. يعني الصنايعي دايما اللي باقل جهد يطلع اكبر نتيجه. يا سلام. دي بتبقى معروفه دايما في ما عندوش الصنايعي. امكانيات. لا ما هي دي دماغ دي تعالى كده بس عشان الشمس عشان نجيب الشمس. الشمس ما دماغ كده تشتغل. الصنايعي بأقل مجهود يطلع أكبر نتائج. ده الصنايعي. أول لما تلاقيه يعني مجهود بيستنزف منه وبيتعسف ويعرف إنه إيه لسه في المهنة ما توديش، لسه ما اديتهاش. يا سلام. لسه ما اديتوش، ما خدتش ودت معاه. ما طوعهاش يعني. طبعا. يعني دي مهنه انت فيها من صغرك، بس هي حته بقى ايه ان ده انا ابويا كان بيوديني الغيط بالعصايه وكان غصب عني وانا ما خدتش حظي، وتفضل ايه تدي لنفسك في مسائل بتهمدك يعني تهبط نفسك. هشتغل طيب. قول يا رب. وربك بيسهل كل عسير. لا والنبي كلها اشجار طيب. ريحت دماغي ايه؟ ما انا دخلت في شغلانه تانية ايه اللي احنا بنعمله ده. ليه انت ايوه انت ما سمعتش؟ لما احنا عاملين صفحه كده زي قناه كده اعلاميه على النت وبننزل عليها شغل، بس الشغل بتاع دمشير بس. ايوه في العماله الزراعيه عباره عن ايه الشغل ده؟ اللي انت بتعمله ده اللي هو الفلاحه. ايوه المهن الزراعيه، الفلاحه والغنامه والجمسه. بس كده؟ لا والميه والمواتير بتاعت الميه والشفاطات كل المهن بالزراعه. ايوه ما احنا هنا ما احنا مش شغالين في صناعه السيارات. انا مش هقعد اقول لك بقى انا هعمل لك بقى بحث خطير عن تطوير الطياره وسرعه الصوت والكلام ده. طب هنروح فين؟ هنجيب منين؟ انت بتعرف تسوق طياره؟ احنا بنشتغل في المهنه اللي احنا فيها. انا عارف امشي على الارض لما اسوق طياره. لا قوي انت بتعزك. ما رضيش قال لي لابس لبس شغل وبتاع. ايه؟ هو فاكرنا رايحين بيها الفندق، فاكرنا رايحين بيها ايتام. لا مش تخلف، هو برضه يعني بيتكلم على حسب ما بيشوف في التلفزيون. ما انت برضه اصل الجماعه بتوع التلفزيون يجيبوا لك ايه ناس لا مؤاخذه بتعزق زي كده، تلاقي لهم لابسين جلاليب بيضاء نضاف، وهم اصلا بيبقوا بيض يعني اصلا ما وقفوش في الشمس 3 دقايق. ايوه كله ايه؟ قولها انت عشان انا مش عايز اتكلم انا احسن ونبت فقعت. قولها انت ابن بلد وابن مهنه كله ايه؟ بقول لك تزوير في تزوير. ايوه ادي الاعلام لما يجي يضلمك ويروح جايب لك ناس بيبقوا واقفين لك جنب مسبيره ناس ربنا يكفيك شرهم نور. هو يتاخدوا كومبارس يلا بكره عندنا تصوير في الغيط، وايه لازم يكونوا حلوين وجمال ومش عارفين. كل واحد يروح جاي لك كده لابس لك الجلابيه البيضاء ويمسك السوريا ويضرب في الارض كانه بينتقم. بص كانه بينتقم من عدوه.
اما هو فاكرها انها عافيه ويوريك الهمه وبتاع، يروح رافع لك الطقل ويرفع التوريه دي لفوق وينزل عشان اللي فيها يبقى ايه؟ والمزيكا تشتغل من وراهم مش عارف عامله ازاي وبتاع، ويروح واقفين لك كده انتباه ويفضلوا ياخدوا لك خطوتين لقدام. عليهم حركات عجيبه بصراحه، نصب رخم ويضايق. يا راجل ده في مره كانوا عاملين تصور طبخين قبل كده. كانوا عاملين حاجه هنا ايام مبارك، اللي هي الحمله اللي عاملينها بتاعت لا مؤاخذه حسين النسوان دي وبتاع بتاع الطهاره يعني. المجتمع الريفي الست لو لا مؤاخذه ما اتطهرتش جوزها هيفضحها. اللي هو الريف ما احنا هنا في الارياف وعارفين لو واحد اتجوز مرته وهي مش متطهره هيفضحها. منظرها باين. هو هيفضحها، هو مش هيسكت، هو هيطلع يفضحها في الشارع. وحصلت كذا مره يعني، واحنا عارفين حكايات زي كده. فمهما تقول لي الموضوع ده مش عارف ايه وصحي وعلشان خاطر الراجل والست، ما احنا عارفين، بس في حاجه اسمها فهم عام ما تقدرش تقف قصاده. حتى لو جبت مش محمود ياسين بقى، لو جبت محمود ياسين على عمر الشريف يطلعوا يتكلموا لك فيه. دي عاد السبب. ما هو زي ما بقول لك، هو الراجل هيفضح المرأة وهي هتبقى الست في المجتمع بقى، هتبقى الدنيا فيها مشاكل. واصل لو الحاجات دي حساسة، يعني الحاجات دي بتبقى حساسة كانوا بيطلقها، او هتبص لها عملتها وهي كبيرة بتبقى مشكلة. مشكلة احمد الفحش. فكان في واحدة اسمها وزير السكان ايام مبارك، اسمها مش عارف ايه خطاب، وكان ساعتها المحافظ بتاع هنا اللي هو مين، فاكره ولا ما تفتكروش؟ دي الدين ابو نضاره ده، ابو نضاره سودا اللي انا زي اللي انا كنت لابسها، اللي كان هنا زمان ده. ايوه ايام مبارك. كانت مهمة بدر دولة. احمد ضياء الدين. كنت تتنقل راح تكون. لا ما كانش، لا هو ما اتنقلش، هو مشي بعد حتى انا اللي قالت اللي هو كان محافظ السوق وبعد كده ترقب هو الدين. الناس دي. المهم راحوا جايين يعملوا الموضوع ده في المنيا، وبصيت لقيت لك ايه جايبينها لك في التلفزيون، ولقيت نسوان طالعين، والواحده من دول تقول لا 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 ما فيش بقى ختام بنات، ده كان زمان ومش عارف ايه، ومجتمع المنيا كله يرفض هذا ويرفض الرجعيه. ابص على البت ماهاش فلاحه، اللبس العبايه اللي هي لابساها مش عبايه زي اللي بيلبسها الناس هنا، ده حتى عبايه اونطه بتاعت ايه ممثلين. ما فيهاش حاجة تدل انها ما احنا في البلد وعارفين وشايفين. والمحافظ قال واقف وبتاع، بصيت لقيت اقول الله، دي فرقه فنون شعبيه دول جايبينها من قصر الثقافه يمثلوا ولا ايه؟ ولا يا جماعه جايبينهم من اللي هم اصل خليهم ناس من، لا بس هي فرقه فنون شعبيه، جايب لك ناس من الفنون الشعبيه من قصر الثقافه، يلا كل واحد ياخد له 20 جنيه ويطلع يعمل التمثيليه، والوزيره موجوده والمحافظ موجود. لا كان دمها، بص كانت سخافه بصراحه، كانت ايام مبارك كانت ميجا، كانت ميجا في ميجا. واي عنوان يمسكوا الاعلام يلا يقول لك الحمله القوميه مش عارف ايه. طب الكلام ده بطل وقت. لا ما بطلش، بس ايه اصل دلوقتي دخلت قنوات خاصه كتير، فما عادش التلفزيون ايه يهجر يعني، او التلفزيون الرسمي. شاف اللي عايز يطلع على الحاجات اللي هي اللي في العفش دي اللي مش، خلي بالك ما انا جايبك يعني، انا جايب الكاميرا ايه، جايب رمية الاستوديو حتى. تمام. المهم عملوا ايه؟ عملوا ايه ما بقول لك دي حاجه احنا من، طب ما هو كام واحد برضه خد باله من الحكايه دي؟ ما عملش حاجه، خدوا دكر البط بعد ما خلصوا التصوير. طب ولا النظام بتاع الاغتيال ده صحيح يعني في السنه وفي الشرع، ولا هو ملوش لازمه؟ لا هو ملوش لازمه، ما هو في السعوديه ما بيعملوش مفيش اغتيال. السعوديه بس طيب. لا والخليج كله، ما هو دول العرب، احنا من الدين الاسلامي احنا واخدينه من العرب وارثينه من العرب، بس دي اصلا ده نظام مصري معمول من زمان. لا ما تبطلش. لا في الارياف ما بطلش. مصر في البندر ماشي، بس في الارياف ما بطلش. لا قوانين الوقت اللي الناس لما تعمل المواد. لا بتعمل. حتى لو ما بطلش خف خالص ما عادش. لا ممكن يكونوا ما بيتكلموش فيه بتاع او يعني، او يمكن الجيل اللي جاي. بس انا بكلمك على اللي هم المفروض جايبين لك ناس من الاهالي، جايبينهم من اصل الثقافه ومن فرقه الفنون الشعبيه، حتى العبايه اللي ملبسينها لهم لبس فنون شعبيه. برضه هي كانها يعني حاجه ذو حدين، ان المسؤولين مش عارفين اصلا البلد اللي هم بيحكموه.
هم مش عارفين الارياف. هم ننزل الريف عشان نعرف. المفروض ان هم اساسا يا اما عندهم ارض يا اما كانوا اساسا فلاحين. ما هو اصل الريف ما هوش بعيد، خلي بالك. انت مش محتاج ان انت في مصر تيجي ال 250 كيلو عشان تبقى عندك ارياف. ده من اول الجيزه، من اول العياط للبدرشين دي جنب القاهره ريف. الحومديه دي ما هياش بعيده عن مصر، يعني ما يعني كانك رايح سمرود، اقل من سمرود كمان. ارياف، ارياف وغيطان ويعني المجتمع البندر في مصر مش زي ما انت فاهم. القاهره مش كبيره يعني. هنا بيقولوا على الصوت مين يا بندر. ما هو المنيا بندر، ايوه، اللي هو يعني ما بيشتغلش ايه، يعني ما بيشتغلش على سعيه او ما بيشتغلش في الطبيعه الحره يعني. بيروح بيقعد في مكتب ويبقى فيه اضاءه ومش عارف ايه، اللي هو اسمه المجتمع اللي هو الثوره الصناعيه يعني. ما عندهمش النظام الزرع والحاجات دي. مش في الطبيعه. لا. يعني انت مثلا لو رحت في مره كده تطلب حاجه صدق او حاجه من مكتب في الزراعه او في المديريه، لو قعدت جوه المبنى نص ساعه تلاقي نفسك اتخنقت وتوترت. سبب عنه. ما عشان انت واخد على الجو المفتوح. هو فعلا لما يحصل ما هو لما يكون عندك مشوار في اي حته في البندر تلاقي نفسك اتخنقت على طول. وطولت فيه اما تتخنق على طول. والموظف اللي هناك ما بيبقاش واخد باله، يعني ما بياخدش باله ان ده مناخ جديد عليك، فيقول لك انت بتاع ايه؟ ايوه. انت ارهابي؟ اطلع بره. اطلع بره. هو ده هو بيقول اطلع بره؟ لا يا اخي بتحصل. ما تتكلمش في ابالوس ده هيتذاع. هيقول الكلمه اللي ترضي ربنا. والله اللي ترضي ربنا بتحصل. لما تقعد وتصور وانت بتتخنق انت ما تقولش تها ولاتك ويقول لك لسه ما جاش دورك لسه مش عارف ايه وبتلفت منك كلام يقول لك اطلع بره. لا هو ملوش انه يقول لك اطلع بره. هو يقول لك اطلع بره. انت مش في بيتك. لو سمحت اطلع بره. ما تزعقش هنا اطلع بره. لا ما هو انت بتزعق غصب عنك طبعا. انت زي انت لما تحكي انت كده عبرت صح انك اتخنقت ومش واخد على الوضع. ما انت مش واخد ايوه على على خنقه المكاتب بتاع المتقفله واوض. تقول على الصوره على المجر ازاي بقى الدنيا مفتوحه قدامك. تشرب شاي تشرب بتاع. حتى لو جنبيك 50 واحد ولا 30 نفر اهو ده طبيعه. هاي. لكن انت هناك لو 3 4 وقعدوا يزنوا في ودانك مع الكتمه هتلاقي نفسك عايز تقوم تقتل قتيل. يحصل والله. ده كمان العيادات الشرع والحاجات دي. طيب لما في واحد جنبه واحد دكتور بطل الله محتاج قاعد في العياده لما تبقى حاجه فوق ما تتخيل. سبحان الله كل حاجه درجات فوق بعض. كل واحد عقيم. كل واحد منهم لازم يفهم فيها. امال ايه؟ وهو انا تمشي فيها يبقى ما يعرفش حاجه خالص. ما هي في مهن للاسف. انت دلوقتي لو مش عارف مثلا تمسك السوريا دي لا مؤاخذه، وده زرع وارض بتكلف طبعا. انت مكلف طبعا مصاريفها. ها لو انت بتضرب غلط ورحت ايه شايل شويه الزراعات ومخلعها شال العودين دول كانك عملت ايه؟ اهو الاعلام بيعمل فينا كده. احنا والله العظيم احنا البتاع ده، احنا الزرع اللي طالع ده، والجماعه بتوع الاعلام اللي هو بتاع جذب الكلار ده هو اللي ماسك التيري وعمال يشيل فينا يخلعنا خليع. وانت تقول له يا عم ارحمني خد بالك، ولا بس احنا بندور على جزمه كلاركس. بس هم الناس بصراحه عندهم قبول. احنا الواحد برضه يقول الحق والناس بتحبهم. ما هو اصل هتيجي تتكلم يقول لك لا ده في نسبه مشاهده والناس بتتفرج وبيكسبوا وبيجيبوا فلوس ولا بيلبسوا كويس ماشي، لكن ما يعرف. بص هو عمال يخلع لك في الزرع. امال اكرهه. ما عندوش سلاح خالص. بس زي ما بتقول انا مثلا صاحب مال وجايب واحد يخلع لي في الزرع كده كده تحتها بترول هتطلع المهم اني بكسب. طالما بيكسب خلاص، طالما الهدف المكسب خلاص. طب انت الوقت ما تقول مبارك هل زمن مبارك ولا زمن اللي احنا فيه؟
لا لا لا، اصل الزمن اللي احنا فيه ده تعتبر حاجه اسمها فتره انتقاليه. لا طبعا زمن مبارك كان فيه استقرار، بس كان فيه شويه خوف او كان فيه تهديدات. هو بس الحسن والله هقول لك للحق، دي حاجه انا مجربها، انا حاجات انا مجربها طبعا يوم. انت عايش عننا. لا لا، ده يمكن ده انا انت من مجربها زمن. عملي مش قرايه. مجرد ما بتشاور على الحق كده اشاره. يعني اصل ممكن تبقى تايه في برضه مواضيع تبقى تحتمل هنا وهنا، يعني تبقى عندك او عندي. لكن يوم ما بتشاور على الحق، الحق اللي هو الصح وده حق، وانت متجاوز كحكومه، والله العظيم مبارك نفسه والحزب الحاكم كان بيرجع، ما كانش بيستمر. اما اللي موجود دلوقتي بيقول لك الاعلام مش فاهم اصلا، انت هتقول له ده صح ما هو مش دريان، غشيم بعيد عنك. طب ازاي المهزله اللي ما هتعمل لها ايه بقى؟ ما بتشوف انت، شوف ده في دم قد ايه بقى لك 4 سنين. خلاص على فكره اما بقى احنا بقى كل حاجه بقى ناس تقدم في بعض بقى وبتاع، ما خلاص. ما عادش يجي منها فايده. يعني ما عادش في تغيير تاني. مفيش بقى غير اللي هي بص، يعني هي محاوله زي اللي احنا بنعملها دي، اللي هي ايه، اظهار البعد المهني او الجانب المهني، ان نفهم ان المهنه يعني مهمه. انما مثلا هتعامل مع واحد زي كده صوره، اصور اللي هم الصناعيه اللي كانوا بيعملوا مش عارف يبقوا ايه. مين اللي هيسمع لا لا لا، كله ما ده النت مفتوح على الكل، ده مفتوح على العالم كله. الله. يعني اللي هيطنشك هنا مش هيطنشك بتاع اوروبا. طب ما احنا اصلا مش عايزين حاجه من هنا، ما هو كده كده هم مش عارفين حاجه. نتيجه وهي ما فيش نتيجه اصلا. يعني يمكن اليومين اللي جايين دول الموضوع بتاع قناه السويس ده يبقى حلو. اه بيقولوا بالست. شهر كام؟ المفروض الشهر الجاي ده. 6 ولا 7؟ احنا في 7. لسه فيها 6 من كده. احنا في 30/6 النهارده. خمس. 30/5 النهارده. يعني حاول 1/6 بكره. بس وجهة نظرك الراجل ده كويس ولا تعبان؟ ده يعني وجهة نظر بينا وبين بعض. لا هو كويس، بس ما معهوش حزب حاكم. انت الوقت لو ما معكش التريا دي هتعزك، لو ما معكش الجرار هتحرط، لو ما هتقعد بقى تجيب بقى البجرتين وبتاع. الحاكم ده شكل 100 ولا 2؟ ما عملوش. هو قال لك انا الظهير الشعبي بقى الشعب يعني الكلام بصراحه مش كلام محترفين بصراحه. كل المخطب يقول انا بيك وانتوا بيا. ما بقى ما الله العظيم. يعني شوف الاخوان كان في حزب في الاخوان، يعني كان في هنا امانه وكان سامح ابو الحاج علي وصح. اي ايام مبارك في الجماعه اللي هم جماعتنا يقول لك احنا في اي نعم ما كانوش بيعملوا حاجه، بس اديك عارف ان دول تبع الحزب. اسم في حاجه اسمها نشاط موجود في طب وده ما ينفذوش ليه؟ وده في حزب تبع. ما انا مش عارف بصراحه. تبع. ما يعملوا رئاسة برلمان. ما هيعملوا برلمان. شهر كام؟ ده بقى يقولوا بعد رمضان. اللي هو مجلس الشعب يعني. ما هو المشكله كل ما يجي يطلع لها يمين يطلع لها شمال يلاقي يا فلول يا اخوان. والفلول والاخوان بصراحه هيمسكوا الجماعه بتوع الجزمه الكلاركس دول هيحبسوهم. اما مش ناقصين بقى، ما خلاص يعني. يقدر يمثلوا مع دول. لا الفضائيين دول كله هيخش السجن، هم 4 مذيعين هيخشوا المعتقل، ده ما فيش كلام لو جم اخوان او جينا احنا تاني، او مبارك يعني جه تاني. دول المفروض. طب ده ما تغطين ما يخش. مين ده؟ هم دول المذيعين. ما هو بيجيبوا ملايين. ما هو برضه انت بص، وليهم برضه ليهم مشاهده، في نسبه جماهير معجبه بيهم. يعني ما نقول الحقيقه برضه في جماهير معجبه بيهم. هتقول لي جماهير دي ما تفهم، اقول لك ماليش دعوه بقى، يفهم ما يفهمش، انا ده عدد كتير وخلاص. ما هي كده ده الديمقراطيه ولا كتير. عارف انا لو جبت 5 تنفار وقلنا لك ان ده جمح، انت اللي انت زرعه ده ايه؟ شامي. ولو انا جبت 5 وقلت لك ان ده جمح يبقى جمح. خلاص ما دام الشيء انه بس غيروا كل حاجه. ما هي بالعدد. انت تجيب 5 زينا تقول ده شامي، خلاص نقعد بقى نتخانق مع بعض. اي هنا هيبقى في معادله بينكم وبين بعض. زي لما يشهدوا على واحد ما قتل ولبسوه السوق. لا مش لبسوه، ده بيبقى اهله بيبقوا مسلمينه علشان الطار ومش عارف ايه.
موضوع القتل ده اصل بص، دي مشكله الارياف. في برضه مشاكل في الريف، تضليل الحكومه ده بيبقى مزاج على فكره عند اهل الارياف، وخصوصا في المنيا. لا كويس جدا. المنيا المثل الشعبي بيقول ايه؟ صاحب حاوي ها ولا صاحب منياوي؟ ده المين؟ ده المنيا، لان المنياوي بيلعب بالبيضه والحجر. يا ساتر على دي محاط يعني. كل حاجه فيها وحش. لا ما مش وحشه، هم دي شطاره زاد عن اللزوم. والله شطار سيء. ولا قد العيش بزوج الحاج، ما في انجاز الحاج ولا اي حاجه فيها. الدنيا دي حاجه ايوه وحشه. للاسف صح. وش بحر باشا، وش بحر اللي هو واخد حقه في كل حاجه. والعلم بحر والحضاره بحر الصراحه يعني. انما بتوع المنيا دول ايه اللي ولا الجماعه اللي هم بتوع خط الجيب دول من رايحين دماغ. لا لهم في الثوره ولا في الزهور ولا في اي حاجه ولا الحاجات دي كلها. اهم زي ما كانوا مسمينهم باهم الاخوان. صحيح. لا ما هو انت خلي بالك، الحاجات بتاعت الثوره والسياسه دي ما تاكلش عيش، او في ناس بتاخد منها عيش بس مش الكل. يعني هتبص تلاقي اغلب الجماهير واقفه في الشارع ها بقى واللي فوق اللي بيتكلم له هو اللي بيقفل. يعني في برضه حد من المذيعين يقول لك انا دلوقتي علشان المؤامره الاوروبيه على مصر لازم الجماهير دي تبقى في الشارع ليل ونهار. طب وتاكلهم ازاي دول ليل ونهار؟ تديهم مصروف يعني ولا ايه؟ عشان كلمه الظهير الشعبي. تذكر عمك تاخر الله يرحمه.